ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. بداية نعرف المشاهدين على الشيخ علاء. مين هو الشيخ علاء؟ أنا علاء جابر، ساكن في ضاحية الرشيد من يعني تقريبا 30 سنة. كنت لاعب كرة قدم سابقا. خلصت كرة قدم تقريبا سنة 2000 وبدأت نشاطي الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأت كنت إمام في مسجد العساف في تلال علي، هذا تقريبا سنة 2001 2002. بدأت يعني مشغوليتي في الدعوة في الميادين، في الشوارع، في المطاعم، في الأماكن العامة، حدائق، ملاعب كرة قدم، وعلى لاعبين كرة قدم بشكل خاص كان، لأنه كونه هذا مجالي السابق يعني، وأنا معروف في هذه يعني في هذا المحيط. بعد هيك اتزوجت تقريبا 2004، وصرت إمام في مسجد الرحمن اللي في حي المنصور في جبيهة. بدأت يعني نشاطاتي الدعوية يعني تتوسع شوي، خلينا نحكي بين محافظات وبين دول، يعني أروح على بعض الدول أشتغل في الدعوة هناك، أدعو الناس، أزور المشاهير بفضل الله سبحانه وتعالى. عندي من الأولاد 4، عندي إبراهيم 17 سنة وآلاء 15 وعندي بلال 8 وأسامة يعني لسه فريش جديد شهرين. الله يسعدك فيك. تقريبا بدأت في السوشيال ميديا من 8 شهور تقريبا فقط. قبل الدعوة، نعم. قبل ما يلتزم الشيخ علاء يصير يعني يبدأ مسيرته بالدعوة، ايش كان الشيخ علاء قبل؟ يعني كنت أنا شاب زي هالشباب عادي، مقصر في الصلاة، عندي أخطاء، أكيد بحب الدين بس مش لاقي حدا يفهمني. يعني أنا حابب الدين، لكن بالنسبة لي الدين شيء كان بسبب ممكن بعض الأشياء اللي ترسخت في داخلنا، أشياء حضرناها وإحنا صغار أو مواقف رأيناها، صار الدين بالنسبة لنا صعب وفي حاجز بيننا وبينه. فما لقيت حدا يفهمني في البداية إنه أنا حابب الدين. حتى ربي عز وجل يعني أكرمني في واحد من جيراننا، كان لطيف جدا، يتكلم معي دائما في الدين بس بطريقة لبقة ولطيفة وبالحسنى، ويطبطب علي ويكرمني. فشعرت إنه هذا هو الدين، يعني هذا اللي بدور عليه، هذه ضالتي. وبفضل الله عز وجل بدأنا بفضل الله بالدعوة في ذلك الوقت تقريبا 2000. دخول الشيخ علاء إلى السوشيال ميديا، نعم. شو الفكرة أو الموقف اللي خلاك تدخل السوشيال ميديا؟ أولا أنا مش نشيط على السوشيال ميديا، وفي الحقيقة ما كانت من اهتماماتي. يعني هون احنا للتنويه في 56,000 تقريبا متابع على الانستغرام تقريبا عندي 56,500 تقريبا على الانستغرام. بدأت تقريبا قبل 8 أشهر. أنا مش نشيط ومش في قاموسي إني أدخل في هيك يعني خلينا نقول محيط، لكن متطلبات الدعوة دفعتني إني أفوت. القصة اللي صارت معي بذكر إنه يعني السبب كانت زوجتي أم إبراهيم الله يرضى عليها، فحكت معي تليفون تحكي لي في شاب مشهور صار يصلي جديد، وبعض الناس هاجموه عشان عامل تاتو، هاجموه عشان عنده كلاب في البيت. قلت لها كيف بدي أوصله هذا يعني واحد مشهور عنده 1,000,000 وشوي، أنا كيف بدي أوصل له؟ فطلع هو عامل برنامج، وواحد كان عامله سبونسر، هذا اللي عامل سبونسر صاحبي. فأنا حكيت مع صديقي وهو ربطني في مكالمة جماعية، الشاب اللي هو لورنس المنسي الله يحفظه. السلام عليكم كيفك؟ لورنس بيحكي مع الشاب هذا تبع اللي كان عامل سبونسر. أهلين عبد كيف حالك؟ قال له معنا الشيخ علاء على الخط. هون لورنس كأنه كمش، لأنه عنده بيجوز نفس الفكرة اللي عندي وعندك وعند غالب المجتمع، إنه الشيخ هسه راح يقول لي حرام وأنت عندك كلب وأنت عندك. فقلت له أنا يا أخوي عندي درس لكن مستعجل بدي أحكي معك كلمتين. سمعت إنك أنت عندك كلاب في البيت والناس عم تنكر عليك إنه صلاتك مش مقبولة. ترى الكلب يعني في كلام عند الأئمة، الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي عنده ما في نجاسة في الكلب، مع أنني أنا على غير هذه الفتوى، أنا على الشافعية عندهم اللعاب تبع الكلب نجس، لكن أردت أن أسهل الأمر على لورنس وأعطيته منفذ فقهي خلينا نسميه. فحكيت له إنه يعني الكلب مش نجس عند الإمام مالك، فهو استغرب قال عن جد يعني أصلي؟ قلت له صلي.
قال طب والوشم؟ قلت يعني انت مش ندمان عليه؟ قال ندمان. قلت تؤذيك ازالته؟ قال مش حاب اعرض نفسي لليزر وكذا. شو مطلوب منك تشيله؟ خلاص انت تبت وندمان عليه. يعني والتوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يجب ما كان قبله. هون بفضل الله لورنس طلب إنه يزورني وإجا زارني في بيتي هو فواز أبو ربيعية. جلسنا في البيت. أنا مش فاهم إنه لورنس إذا عمل هيك حيشوفه 400 500 ألف، مش في قاموسي يعني، لأنه أنا مش متبحر في هذا المجال. فسبحان الله إجا لورنس عندي على البيت وصور وصار هيك كلام درس بسيط بنفس الطريقة اللي أنا بتكلم فيها، بدون تنطع، بدون عربية فصحى، بدون كذا، حتى استطيع اني اوصل له. فلما لورنس صور الفيديو طلع من عندي من البيت، برضه عمل كمان فيديو انه انا كنت هسه في بيت الشيخ علاء وكثير ارتحت والجلسه كانت مريحه عكس ما كنت اتصور. فصار في يعني ضغط علي من محيط اهلي اني انا اعمل صفحه على الانستغرام، ولورنس صار يكلمني يا شيخ اعمل صفحه، الناس عم تسال عنك، الناس عم تسال كيف نوصل للشيخ. فعملت صفحه تقريبا في ذلك الوقت. أول يوم مجرد ما عملت الصفحة صار عليها 17,000 متابع، يعني في أول يوم حتى التليفون علق، يعني 17,000 في أقل من ساعة ونص. أفضل دخول. بالضبط، أفضل دخول في أقل من ساعة ونص 17,000. بعدين بفضل الله سبحانه وتعالى صرت يعني أرجع أنا عندي مرجعين قبل أي فيديو. في مرجع ديني حتى أنا يعني لابد أن يكون لك يعني عكازة تعكز عليها، ومرجع خلينا نقول ميداني، واحد في الميدان عارف كيف الناس بيحبوا يسمعوا. فبرجع في الدين لواحد من مشايخنا، وبرجع في يعني سلوك المستمع لصديقي عمر العرموطي. بدخولك للسوشيال ميديا بالتأكيد الدخول ما اجى عبث، في رسالة، في هدف من دخولنا إلى هاي السوشيال ميديا. شو الرسالة بده يوجهها أو بده يوصلها الشيخ علاء من دخول السوشيال ميديا؟ أولا كثير من الناس مش فاهمين الدين، يعني ربما هم كانوا على الحال الذي أنا كنت عليه. أنا كنت نفسي واحد يفهمني يقربني للدين بطريقة لطيفة لبقة سهلة. ما لقيت هذا الشيء إلا بعد فترة طويلة من تحديث نفسي إني أنا بدي ألتزم. فأنا أردت إني أكون هذه الحلقة اللي بيبحث عنها الناس. زائد للأسف إحنا في مجتمع يعني كثيرا ما نرى مخالفات شرعية بسبب انسلاخ الناس عن الدين وبعدهم عن الدين، طبعا إلا من رحم الله. فأنا مضطر الآن إني أواكب العصر وأصنع على نفسي منبر مش من خشب. بدي أصنع على نفسي منبر الناس فيه بتسمعني أكثر وبتسع محيطي الدعوي أكثر. فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني خطونا هذه الخطوة وكانت موفقة، وبفضل الله نتائج عظيمة جدا من فضل الله. بالتأكيد لما دخلت السوشيال ميديا مش كل الأصوات مرحبة، إلا في مرحبين في منتقدين بأي مجال. يعني لا شك دائما بيقولوا يعني إذا أنت بتعرف أنت صح ولا لا لازم يكون لك مخالفين، وهذه ديدنة الأنبياء. أي نبي بعث كانوا قومه يعارضوه. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قالوا عنه كذاب أشر، ساحر مجنون، إن هو إلا رجل به جنة. سيادنا الأنبياء من قبله ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فكانوا دائما الأنبياء أو دائما أهل الحق مخالفين ومعارضين. المعارضة ربما أنا بتكلم عن نفسي بتقويني، يعني أنا مبصر أنا عايش ماشي وإيش مرادي، عارف إيش شغال وشايف نتائج بعيني. يعني أنا حطيت كاسة شاي وحطيت فيها معلقتين سكر في إيدي وحركتها ودقتها في نفسي، أنا دقتها ودقت حلاوتها، ويجي واحد يقنعني إنها مرة، عندي مشكلة في عقلي معناته. فأنا الحمد لله لقد ذقت من خيرات هذه الصفحة، والناس بفضل الله إقبال بالآلاف. أنا عم بحكي بالآلاف مش متابعات، بحكي الناس تغيرت حياتهم اللي أنا بعرفهم بالآلاف، اللي أنا بعرفهم اللي بعتوا لي وحكوا معاي وإجوا زاروني، وبفضل الله آلاف ناس صارت تصلي، ناس صلحت علاقتهم مع زوجاتهم، ناس صلحت علاقتهم مع أبنائهم. هذا كله بفضل الله عز وجل بسبب الصفحة. أي حدا بيعارضني أكيد أحيانا أنا معرض للخطأ، أنا إنسان بخطأ وبصيب، لكن هذا الشيء بيقويني ما بضعفني، لأني أنا مش مرادي الشهرة في النهاية. اللي يمكن مراد الشهرة بيتعب وبتضايق وبصير ياخذ أدوية وبروح عند طبيب نفسي. أنا ما عندي مشكلة إني أعارض، لأنه أنا يعني أقبل النقد خلينا نقول البناء. بقبل إن واحد ينتقدني حتى نوصل مع بعض إحنا وياه لمرادنا اللي هو تبييض صفحة الإسلام وإظهار حقيقة الإسلام الشريف. صار مرة من المرات إنه في حدا كان معارض، يعني أنت كان تفاعلك معه
مختلف نعم. غيرت فكرته. نعم بفضل الله. صار مؤيد يعني ما بدي اقول بالمئات، بالعشرات بفضل الله، بالعشرات. والان هم يعني بعض المعارضين هذول يعني غالبا اللي بيعارضني انا كشيخ واحد شيخ، غالبا اللي بيعارضك واحد ملتزم، مش عاجبته طريقتك، مش عاجبته لبستك، مش عاجبته كذا. فبفضل الله غالب هؤلاء يعني الان عم بيرنوا علي بيسالوا وين تخطب الجمعه اجي احضر عندك، عشان هو صار عنده نيه يتعلم كيف اسلوب الدعوه هذا بفضل الله. شو السر اللي خلى الشيخ علاء يعني يجذب الناس، يأثر في السوشيال ميديا؟ يعني يمكن أي شيخ يدخل السوشيال ميديا بس ما يكون فيه له أثر، فيه تأثير، ما يكون فيه وقع. ربما إني أنا جربت الطرق اللي الناس أو الشباب، خلينا نقول الشباب جربوها، اللي الناس بتفكر فيها السعادة والراحة والسكينة، أنا جربتها. فأنا بقدر أخاطبه بطريقة أبين له إنه أنا فاهمك، أنا عارف إيش بتدور، وعارف إنك في هذا السبيل مش لاقي راحتك ولا ضالتك. فلما أنا أعلو عليه بفكرتي بيفهم إنه والله الشيخ يعني بالمشرمح بيقولوا الشيخ مقضي، الشيخ فاهم، الشيخ قديم. عرفت؟ بهذه الطريقة بفضل الله بنحاول نفهم اللي قدامنا إنه إحنا سلكنا هذا الطريق وما وجدنا فيه اللي أنت بتدور عليه، فريح راسك. يعني اسأل مجرب ولا تسأل خبير. ذكرنا أول بعض مواقف صارت في مسيرتك الدعوية. في موقف من المواقف كان بخص لاعب من نادي الفيصلي، إذا تحكي لنا عنه. يعني بفضل الله أنا علاقتي مع لعيبة كرة قدم بشكل عام في الأردن قوية جدا، كونه هذا يعني شغلتي. وإلي أخوي الصغير برضه لاعب كان محترف في البحرين آخر فترة في الأهلي البحريني، زيد جابر، وهلا هو وقع مع نادي السلط. فإلي علاقة مع كل اللاعبين، الكبار اللي لعبت معهم أنا، والصغار اللي هم أصحاب أخوي زيد واللي لعبوا معه في يعني الفئات العمرية اللي هو لعبها. بفضل الله عندي كل من تقريبا 6 سنين قبل كل مباراة بيوم للعيبة النادي الفيصلي بكون أنا عندهم في الفندق في المعسكر بعطيهم درس. يعني قبل كل مباراة بيوم من 6 سنوات. ويعني آخر 5 بطولات الفيصلي أنا أخذتهم مش اللعيبة. آخر 5 بطولات يعني حتى الكابتن بهاء عبد الرحمن الله يسهل عليه بيسأله مرة المذيع بيقول له يعني هاي البطولة بعد سنين الفيصلي غاب عن البطولات كيف تقدروا تحصلوا عليها؟ قال والله مشان احنا جبناها الشيخ علاء. شباب صارت تصلي وشباب صارت تدعي وصارت تبر والدين. فالحمد لله يعني بروح قبل كل مباراة بيوم على فندق وينهم معسكرين حسب، وبعطيهم درس، حتى بكونوا كاتبين برا على الفندق على البوابة ممنوع دخول أي واحد من جماهير النادي الفيصلي إلا الشيخ علاء بالحرف الواحد على البوابة برا. وأنا بفوت وبقعدوا كل اللاعبين. فقدر الله إنه في محترفين من برا البلد، واحد يعني فرنسي اسمه دومينيك، شاب مؤدب خلوق، فاجا زارني في بيتي. طبعا اول زياره ما حكيناش في الدين ولا حكينا له انت صح واحنا غلط وانت غلط واحنا صح ابدا. اول زياره كانت هيك اكرمناه ودرنا بالنا عليه وكذا، واظهرنا له صوره الاسلام، انه بدايه الدعوه اذا دعوتم قوما فتالفوهم، خليه يالفك اول، مش من اول مره دج ولا انت حاكي معاه في الدين وكذا، ما بزبطش. فبفضل الله زارني في بيتي، بعدين زارني في محلي بعدها هو بعض المحترفين، بعدين بفضل الله رجع هو والكابتن معتز ياسين وخليل بني عطية وأنس بني ياسين ويوسف الرواج زاروني في بيتي. وهاي المرة تناولنا احنا وياه كلام عن عظمة الإسلام والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أشياء اللي علم اكتشفها قبل 10 15 و20 سنة احنا عندنا إياها من 1400 سنة، هذه كفيلة أن تثبت لك أننا على الحق. فصرت أتكلم معه بهذه الأمور الحمد لله. بفضل الله عز وجل أسلم، والآن هو محترف في البحرين، وكل فترة ببعث له صوره وفيديوهات اللي هو بيقرأ قرآن وفيديوهات يعني عفوا يعني بيعلم شباب مسلمين يصلوا. يعني هو صار يحكي للشباب تصير تصلي، صار مؤثر بالضبط، صار هو مؤثر. أنا همي ما أصير واحد بس صالح، أنا همي يصير مصلح، أنا همي يصير مصلح، لأنه أنا إيد واحدة ما بزقف لحالي، لازم كلياتنا نشتغل نكون مصلحين. شو في مخططات مستقبلية أو خطوات جديدة راح تمشي فيها؟ والله في برنامج الآن إحنا يعني قائمين على إعداده إن شاء الله. في رمضان ممكن تنزل حلقاته إن شاء الله. راح يكون البرنامج برضو بنفس الفكرة، إنه إحنا نظهر الدين للناس بهذه الطريقة، نبين للناس إنه هذا الدين سهل، الدين هذا مش إشي صعب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يسير سهل مو صعب، والله الدين ما جاب لنا شيء فوق الطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بالضبط. فالآن في عندنا برنامج بدنا نظهر هذه الأشياء للناس بطريقة المشاهير. راح يكون برنامج عبارة عن حوار مع بعض المشاهير،
ويتخللوا بعض النشاطات اللي بتظهر حقيقة الإسلام والالتزام والرجل الملتزم. على أي منصة البرنامج رح يكون برمضان؟ رح يكون على السوشيال ميديا وعلى صفحات المشاهير وعلى اليوتيوب. نعم. إن شاء الله. بإذن الله. هل يوجد صورة نمطية للشيخ في المجتمع العربي؟ وهل أنت أثرت في هذه الصورة النمطية إن وجدت طبعا؟ هلا في صورة عند الناس إنه الشيخ صعب. في صورة عند بعض الناس إنه الشيخ بيستناك تغلط عشان يعلق عليك. في صورة عند الناس إنه الشيخ دائم الإنكار على الناس. فإحنا بفضل الله عز وجل ربي من علينا بسبب المنهج اللي إحنا سلكناه منذ الصغر، وجلسنا عند مشايخ فاهمين الإسلام بالطريقة الصحيحة القويمة، هو الإسلام الحق. استطعنا بفضل الله إنه نغير هذه الصورة. يعني عند الناس غريب كثير شيخ بخطب الجمعة في 2001 يلعب كرة قدم. غريب كثير شيخ خطيب جمعة من سنين بماشي شباب لابسين سناسيل، لابسين عندهم مخالفات شرعية وما بيعيب عليهم. فإحنا استطعنا بفضل الله أن نغير هذه الصورة عند الناس، بحيث أنه الشيخ عم بيشيله شوي شوي من البيئة اللي هو فيها. بداية يعني ببلش الولد يصلي، ببلش الشاب يصلي، بداية بصير يحسن لأهله، بتصير مرته عارفة أنه طول ما هو مع الشيخ رح أكون أنا من صوته أكثر، بصير تضغط عليه في بيته، يا عمي امشي مع الشيخ، يا عمي روح عند الشيوخ، لأنه هذا يعني هذه ديدنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، هيك أسلوبه. لما كان واحد صاحب فواحش الصحابة رضي الله عنهم راحوا حكوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلان يفعل كذا، قال دعوه فإن صلاته ستنهاه عن ذلك، فإن صلاته ستنهاه عن ذلك. وحسن إسلامه وحسنت خاتمته. وكذلك الأمر الأعرابي اللي دخل على الجامع وبال في المسجد، يعني أكيد ذنبه وجريمته أكبر من واحد لابس سلسال، واحد يبول في المسجد فقام إليه الصحابة ليقعوا فيه. هيك أسلوب الشيخ الآن، بستناك تغلط إلا من رحم الله طبعا. فقام إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد أن زجر الصحابة. يعني هو شوف ما قام ينصح المخطئ، قام ينصح اللي جايين ينصحوا المخطئ. فقال دعوه ولا تزرموا، اتركوه لا تخوفوه، وأريقوا يعني أسكبوا وأريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. وراح سيدنا النبي عنده صلى الله عليه وسلم قال يا أخ العرب ما جعلت هذه الأماكن لما فعلت وإنما هي للعبادة. إيش قال هو الأعرابي؟ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد أبدا. يعني هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا، أو قال لقد حجرت واسعا. فهذا الأسلوب اللي لازم إحنا نتبعه في الدعوة. فالحمد لله إحنا يعني استطعنا إنه نورجي الناس إنه عادي الشيخ بيطلع وبطش وبياكل وبيشرب وبيلعب فوتبول، ومحترف فوتبول ومحترف بلاي ستيشن. بلاي ستيشن، يعني يمكن أنا دبست ون في الأردن. رسالة حابب توصلها ختاما إلى المشاهدين والمتابعين. والله رسالة أنا بحب أوجهها للجميع، دائما بقولها بتناولها في بعض فيديوهاتي، كلمتين بسيطتين: لن يسعد من عن ربه ابتعد، وصلاتك نجاتك. إذا أنت بتصلي أنت مرتاح وعندك طمأنينة داخلية وسلام داخلي وسكينة وفي اتساع صدر وانشراح صدر. وإذا أنت ما بتصلي وبعيد عن الله عز وجل لا شك أنك بتمر في ضيق وضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونصيحة أخرى: اوعك تروح على الآخرة وعليك حقوق على الناس، حقوق العباد مخيفة، فإياك أن تقع في أن تأكل حقوق الناس، هذا شيء كثير مخيف. حتى الشهداء ما يغفر لهم حقوق العباد. هذه نصائحي، والله يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر.